البرد وصل وطبعا مش عايزين نعمل اكل في البرد ده. انا بقى هعمل لكم وصفة سهلة في حلة واحدة وفراخ، وجبة متكاملة. انا امل من وجبات خفيفة. يا ريت ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. تعالوا بقى نشوف الاكلة الحلوة دي اتعملت ازاي. بصوا دي حلة على النار من غير اي حاجة، انا مش حاطة فيها اي حاجة. بصوا هنحط بقى 3 معالق زيت. هننزل بالبصلة بتاعتنا بالشكل ده كده. انا عايزة اشوح البصلة بس مش اكتر من كده، تشويح. بالشكل ده كده تتدبل بس. بعدين هنزل بمكعبات الفراخ بتاعتي. الفراخ دي طبعا انا غسلاها ونقعاها، جايبه صدور جاهزه ومقطعاها انا عندي في البيت بالشكل ده كده. وابتدي اقلب البصل مع الفراخ. هنزل بالتوابل بتاعتي من كل حاجه ربع معلقه. هنزل دلوقتي بقرنفل ربع معلقه بالشكل ده كده. كوبيبه صيني ربع معلقه. سبع بهارات ربع معلقه. بابريكا بالشكل ده اهو، حبهان باودر. انزل بقى ورق لوري برضو باودر، حطيت ربع معلقه. اقلب. هنا عندي فلفل احمر وفلفل اخضر، انزل بيه برضو في الحله على الفراخ بتاعتي. وهنا البسله، موسم البسله طبعا جه، فطبعا لازم نستغله نعمل الوجبه دي مع اولادنا. وطبعا ما فيش حد ما بيحبش البسله، لو ولادنا ما بيحبوهاش هيحبوها بالطريقه دي. بنحاول ندخلهم اي حاجه تغذيهم. بصوا نقلب حلو بقى. وجبتنا سهله جدا ما فيهاش اي مجهود. بالشكل ده هزودها ميه اهو. هنحط الاول معلقه فلفل وملح اهو بالشكل ده كده واقلب. هكون مجهزه الميه عندي، ميه بتغلي اهو. هزودها واسيبها تغلي شويه مع بعضها، البسله مع الجزر مع الفراخ مع البصل، الخلطه الحلوه الجميله دي كلها. بصوا كده دخلت يعني ربع سوا. هنزل بقى بالرز البسمتي بتاعي. هنا عندي لومي حطيت 2. نزلت بنص كيلو رز البسمتي اهو بالشكل ده كده. مش قادرة اقول لكم على الريحة طالعة جميلة جدا، هتعجبكم ان شاء الله جدا. الوجبة دي وجبة سهلة وبسيطة مش هتاخد منك وقت. نقلب حلو ونسيبها بقى على نار هادية لما تغلي نوطي. كده الرز بتاعي استوى ومفلفل وجميل جدا جدا جدا. بصوا حلاوته. يلا بقى نغرفه مع بعض. بصوا شكل الاكل جميل جدا. ايه رأيكم بقى؟ وجبة متكاملة ولا لأ؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم.